لقطة تاريخية من ميسي وقت تتويج انتر ميامي بكأس الدوريات الامريكي، اللحظة اللي جعلت الجميع يحترم ميسي قبل تسليم الكاس عطى شارة القيادة للاعب دياندري واللي كان قائد الفريق قبل قدوم ميسي. شوف الاخلاق، وطلب منه انه يرفع معاه الكاس. خد بالك الناس ما بتنساش وقت الفرح لان كله بيدور على اللقطة وكله بيدور على نفسه. ميسي كان عارف ان اللاعبين بيحبوا قائدهم السابق وده خلاه يكبر في نظرهم ويحترموه اكتر واكتر. الاسطورة ليونيل اكتفى بالبطولات، زهق منها ابو الكباتن. دي البطولة رقم 44 في مسيرته، اكتر لاعب في التاريخ تحقيقا للبطولات متفوقا على داني ألفيش. ميسي هو فعلا اسطوره حيه بتتكلم عن نفسها. فتخيل يا ابو الكباتن وقت اعتزاله، هو ليه ليفربول ما ينفعش يفرط خالص في محمد صلاح؟ ولو ده حصل هيبقى خطأ تاريخي. بعيدا عن خبرات محمد صلاح الرائعه اللي بينقلها لزمايله في الملعب وان وجوده مصدر اطمئنان للمنظومه، الا ان ارقامه وتحطيمها اسبوعيا بيصنع حاله من الزخم على السوشيال ميديا. اسم ليفربول بيتكرر في كل مكان، وفي حاله رحيله فليفربول هيخسر حاله الصخب دي اللي مش هيلاقيها بسهوله في اي لاعب تاني. صلاح حاليا هو خامس هداف ليفربول التاريخيين في كل المسابقات برصيد 187 هدف، متفوقا على ستيفن جيرارد صاحب ال 186 هدف. كمان انه مساهم ب 200 هدف في الدوري الانجليزي مع تشيلسي وليفربول بتسجيل 140 هدف وصناعه 60 اسيست. كمان انه لاول مره بيسجل في الجوله الثانيه من الدوري الانجليزي. فهل يا ابو الكباتن هتستمر ارقام صلاح القياسيه في الجولات اللي جايه ولا لا؟ حركه غريبه جدا ما يعملهاش الا جوزيه مورينيو السبيشال 1 خلال المباراه وديه جمعت ما بين روما الايطالي وبارتيزان الالباني. اخرج مورينيو اللاعب الجزائري حسام عوار في الدقيقه 80 من المباراه. تبان عادي تغييره صح، انما الحقيقه لا، لان مورينيو خرج عوار وما بدلهوش بلاعب تاني. والاغرب ان الحكم ما وقفش المباراه كده حامي وكمل روما المباراه ب 10 لاعبين بس. وبعد المباراه كشفت صحيفه كوريري ديلو سبورت الايطاليه عن سببين هم اللي خلوا مورينيو ياخد القرار الغريب ده. وقالت ان مورينيو كان عاوز يحمي حسام عوار من الاصابات لان كان في تدخلات عنيفه جدا ودي مباراه وديه مش مستاهله. والسبب الثاني واللي عجبني جدا ان كان فريق بارتيزاني كان ناقص في العدد وكان بيلعب معظم الشوط الثاني ب 10 لاعبين، وعلشان كده خرج مورينيو عوار علشان يكون متساويين في عدد اللاعبين، 10 من عندك مقابل 10 من عندي. فايه رايك يا ابو الكباتن في التصرف الغريب بتاع مورينيو ده؟ هو ليه جماهير اشبيليه استقبلت ياسين بونو الاستقبال ده؟ جماهير اشبيليه تودع ياسين بونو امام السيتي في نهائي السوبر الاوروبي واللي فاز بيه السيتي على اشبيليه في ركلات الترجيح. استقبلت جماهير نادي اشبيليه الحارس المغربي استقبال كبير ورائع جدا، ورددوا اسمه اللي رج اركان الملعب لفتره طويله حرفيا ان اشبيليه اتفق مع نادي الهلال السعودي لضم ياسين بونو مقابل 21 مليون يورو. ووافق بونو صاحب ال 32 عام على عقد لمده 3 سنين وراتب 25 مليون يورو. فهل يا ابو الكباتن من وجهه نظرك لو خيرتك ما بين ياسين بونو وعصام الحضري هتختار مين افضل حارس عربي؟ هو ايه سر عجز هالاند في التسجيل في المباريات النهائيه؟ الواد سفاح في المباريات العاديه انما في النهائيات عطلان خالص. ابو الكباتن لغه الارقام بتؤكد ان الهداف النرويجي ايرلينج هالاند لم يسجل اي هدف في النهائيات الخمسه اللي لعبها مع مانشستر سيتي في المسابقات الرسميه. يمكن السبب في ده يكون توتر اللاعب او مراقبته بشكل مكثف من المدافعين علشان يمنعوا السفاح ده من التسجيل. وبالرغم من الصعوبات اللي بتواجه هالاند الا انه محتاج يعالج النقطه دي علشان يقدر يساعد مانشستر سيتي بشكل اكبر، خاصه يا ابو الكباتن وان جوارديولا بيعتمد عليه جدا. فهل تتوقع ان هالاند هيكون هداف الدوري الانجليزي السنه دي كمان ولا لا؟ هو ليه رفض ريال مدريد الحصول على 13 مليون يورو من الليجا؟ ريال مدريد هو النادي الوحيد اللي رفض خاصيه الليجا الجديده اللي بتسمح دخول الكاميرات الى غرف الملابس، وعلشان كده مش هياخد ال 13 مليون يورو قيمه الخدمه دي. ريال مدريد فضل يكون فيه هدوء داخل غرف الملابس، ده بجانب ان بيريز عارف كويس جدا بان برفضه لهذه التقنيه سيفشل مشروع الربط لان كل الجماهير مهتمه بكواليس ريال مدريد وعدم مشاركه النادي الملكي فيها سيعني فشل الخدمه. فهل انت ابو الكباتن مع ام ضد قرار ريال مدريد؟ مشجع مصري بيعمل حاجه غريبه جدا في مباراه النصر والتعاون. هتضيعنا يا وليد. تعليق مشجع مصري كوميدي مع حارس مرمى النصر السعودي وليد عبد الله بيشعل السوشيال ميديا. في اللحظه الاولى من المباراه كان هيجي جون تقريبا في النصر، ولكن المشجع المصري نبه الحارس وقال له الماتش بدأ يا وليد يا وليد يا وليد، هتضيعنا يا وليد من اول لقطه. بعض من جماهير النصر شايفه ان الفريق محتاج التعاقد مع حارس مرمى قوي وده لضعف مستوى الحارس وليد عبد الله. فهل انت ابو الكباتن كمشجع للنصر مع ام ضد التعاقد مع حارس مرمى؟ انتوني لاعب مانشستر يونايتد معرض للسجن لفتره طويله لهذا السبب. اكدت الصحف الانجليزيه ان جناح منتخب البرازيل ومانشستر يونايتد انتوني سانتوس متهم في قضيه عنف منزلي في توقيت صعب جدا على اللاعب وعلى الفريق. هي اليونايتد ناقصه يا جدعان؟ هو مش كفايه جرين وود؟ هيبقى كل اللعيبه رد سجون ولا ايه؟ شركه اللاعب السابقه بتجمع وثيقه من 70
45 صفحه كأدله على السلوك التعسفي والعدواني اللي ارتكبه انتوني تجاهها. ده هتوديك في داهيه، وفي حال ثبوت الجرائم دي قد يتعرض للسجن لفتره طويله وممكن تنتهي مسيرته الكرويه. فبرايك يا ابو الكباتن ازاي هيتصرف اليونايتد في المشكله دي؟ كريستيانو ده يا اخي هتلاقيه في اي رقم قياسي في كره القدم، اغلى اللاعبين في العالم بعد سن ال 30 عام. يا ترى رونالدو في المركز الكام؟ نبدا بالمركز الخامس، روبرت ليفاندوسكي ب 45 مليون يورو لما انتقل من بايرن ميونخ الى برشلونه في سن ال 33 عام و11 شهر. اما في المركز الرابع فبيجي بيانيتش ب 60 مليون يورو وقت انتقاله من يوفنتوس الى برشلونه في سن ال 30 عام و5 شهور. وفي المركز الثالث فبيجي كاسيميرو ب 70 مليون يورو وقت انتقاله من ريال مدريد الى مانشستر يونايتد في سن ال 30 عام و6 شهور. اما في المركز الثاني والوصيف فبيجي هاري كين ب 100 مليون يورو وقت انتقاله من توتنهام الى بايرن ميونخ في سن ال 30 عام و15 يوم. اما يا ابو الكباتن في المركز الاول فبيجي صاحب كرة القدم الاسطورة كريستيانو رونالدو ب 117 مليون يورو وقت انتقاله من ريال مدريد الى يوفنتوس في سن ال 33 عام. فهل يا ابو الكباتن من هو لاعبك المفضل في كرة القدم؟ داني ألفيش والكسندر ارنولد وسيرجيو راموس ونيستا وكارلوس بيول وروبرتو كارلوس وباولو مالديني. فلو انت المدرب يا ابو الكباتن عاوزك تفكر كده وتمخمخ على مهلك، ومطلوب منك انك تختار 4 اساسي اللي هو خط دفاعك، وتحط لاعبين منهم على الدكة وتبيع لاعب فيهم.